بيجيب الكرة، بيستخلص الاهلي الكرة بسرعة شديدة في الشوط الثاني، فدي عاملة شكل حلو. الجول الثاني ابن الألمونيوم القادم من اقصى صعيد مصر عمرو جمال يحط بصمته ويأكد. السنة اللي فاتت جاب جول يا جماعة في غزل المحلة في مباراة عصيبة 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 في توقيت قاتل. ادي طارق سليمان فرحان، واكيد احمد ايوب، واكيد علي ماهر، واكيد محمد يوسف دخل في توقيت قاتل، خطف الكرة من قدام مدافع، من قدام عمرو ومن قدام نادر. شوفوا نادر يعني بيكظم غيظه، يعني زي ما بيقولوا ايه، ضاغط على اسنانه زي ما انتم شايفين. لقطه في غنى عن التعليق. لكن اللاعب صاحب المهاره، اللاعب الصاعد الواعد صاحب الحماس، بيحط نفسه صح ويحرز الهدف بشكل جميل قبل نهايه المباراه ب8 دقائق. قبل نهايه المباراه ب8 دقائق، يعني في الدقيقه 37 عمرو جمال يطمئن مدربه وجمهوره وعشاقه، لان كان في دقيقتين 3 قبل اللقاء قبل الجول.